لسه عندك مشكله في ان انت تتعامل ازاي مع يوز تو؟ مهمه جدا. في الفيديو ده ان شاء الله باذن الله تطلع من الفيديو ده بالنسبه لك يوز تو اسهل قاعده في الانجليزي ان شاء الله باذن الله. بص يا سيدي، اللي بيلخبطك طبعا ان يوز تو بيجي بعدها مصدر، وده الطبيعي عشان انت متعود ان تو بعدها مصدر. اما الغريب بالنسبه لك ان يوزد تو بيجي بعدها اي ان جي، فانت مش قادر تفرق ما بين يوز تو واي ان جي ويوز تو والمصدر. خلي بالك في فرق في المعنى خلاص كده وفي الاستخدام مهم قوي. بس خلينا متفقين ان يوز تو معناها ايه؟ ترجمتها هي معناها عاده زمان، عاده زمان وانتهت. يعني مثلا الشخص ده مثلا ايه، انا مثلا اقول لك مثلا انا دخنت زمان، انا وانا صغير مثلا دخنت مثلا، انا عمري ما دخنت بس اقول لك مثال، اقول لك هنا I used to smoke، I used to smoke، معنى كده ان ايه بقى؟ انا دخنت زمان ولكن دلوقتي مش بدخن. يبقى كلمه used to اي عاده زمان، اي حاجه عملتها زمان بس دلوقتي مش تعملها. خلاص؟ كنت مثلا بنام كتير الاول، دلوقتي مش بنام كتير. الاول مثلا كنت مثلا بشرب شاي كتير، دلوقتي مش بشرب شاي كتير. فاهمني؟ الاول مثلا كنت بنام متاخر، دلوقتي مش ايه؟ انام متاخر. فدايما يوزد تو اي حاجه عملتها زمان. يبقى انا هقول يوزد، بس خلي بالك بقى يوزد مرتبطه بكلمه تو وبعدين الفعل فين؟ في المصدر. طيب افرق ازاي يا مستر؟ بشكل بسهول جدا. يوزد تو طبعا بيجي بقى قبلها فاعل، والفاعل ده شرط يكون فاعل عاقل. خلي بالك بقى لو انا عندي الفاعل عاقل متصل بيوزد على طول، فاعل عاقل متصل بيوزد، اجابتك هتكون ايه بقى؟ تو المصدر. تاني كده، لو انا عندي فاعل عاقل خلاص كده متصل بيوزد، اجابتك يبقى تو المصدر. طب انا لو عندي هنا اهو الفرق بين التاني بقى، فاعل خلاص، فاعل عاقل برضو تمام كده، بس الفاعل العاقل ده منفصل عن يوزد، منفصل عن يوزد. الانفصال ده بيتم بثلاث حاجات، ايه هما؟ واحد فيرب تو بي اللي هو ام او اذا وار واز وير، او كلمه بيكم يصبح يعني تمام كده، بيكم او بيكيم او بيكمز او بيكمن حسب تصريفاتها، او كلمه جيت باشكالها، جيتس جت جيتنج، ايا كان ما يفرقش معاك بقى اللي في النص ده ايه. فانا عايز اعلمك النهارده مهاره جدا. يبقى انا عندي هنا لو الفاعل عاقل منفصل عن يوزد، منفصل عن يوزد، اجابتك على طول تو اي ان جي. حلو قوي. يبقى تاني كده، لو الفاعل عاقل متصل بيوزد اجابتك تو المصدر. طب لو الفاعل عاقل منفصل عن يوزد اجابتك تو اي ان جي. حلو. ويبقى دي الاي ان جي نون، كل ما هو في اللغه الانجليزيه بديل اي ان جي هو نون. حلو قوي. طيب ادي شكل من ايه بقى؟ من يوز تو. بس خلي بالك هنا الانفصال ده الاي ان جي، يعني العاده دي عاده لسه ما زالت مستمره، لسه ما زالت مستمره فين؟ لحد دلوقتي. يعني الشخص ده مثلا بيدخن ولسه بيدخن، بينام متاخر ولسه بينام متاخر، بيشرب شاي كتير ولسه بيشرب شاي كتير، وهكذا. يبقى هنا يبقى هنا لو الفاعل عاقل منفصل عن يوز اجابتك تو اي ان جي، عاده وما زالت مستمره. اما لو الفاعل عاقل متصل بيوز اجابتك تو المصدر، عاده زمان وانتهت. حلو قوي. عندي شكل تاني من يوز تو، خلي بالك بقى مهمه جدا بقى، ان يجي قبلها فيرب تو بي خلاص، وبعدها تو المصدر وفور اي ان جي. بس انا عايزك تخليها بقى تميزها بقى. كلمه يوزد هنا لما يجي قبلها بقى، بص لما يجي قبلها فاعل غير عاقل، مهمه جدا بقى، لما يجي لي فاعل غير عاقل مع كلمه يوزد، مع ان هيحصل بيها في النص انفصال اهو، لو عندي فاعل عاقل منفصل عن يوزد، منفصل عن يوزد، اعمل ايه يا مستر؟ اجابتك تو المصدر او فور اي ان جي، والاثنين صح. بس هنا معناها يعني ايه فاعل عاقل؟ فاعل غير عاقل. فاعل غير عاقل عايز اقول لك مثلا دلوقتي القلم ده بيستخدم للكتابه، اكيد لما القلم ده مش ليه عاده صح؟ فانا اقول لك ايه بقى؟ ذا بن غير عاقل هو از يوزد تو رايت اور فور رايتنج. خلاص كده؟ يبقى القلم بيستخدم للكتابه. فخلي بالك بقى لو الفعل غير عاقل هتبقى ترجمتها يستخدم لكي. خلاص كده؟ اما لو عاقل هتبقى معناها عاده. فانا عايز اميزها بقى. يبقى لو عندي هنا لو الفعل غير عاقل منفصل عن يوز، جالك فيرب تو في النص، اعمل ايه؟ اعمل اللي انت عارفه اللي متعود عليه. لو تو مصدر، طب لو غير من تو حط فور يبقى فور اي ان جي. كده يوز خلاص خلص. اثبتها بقى سريعا كده، لو الفعل عاقل متصل بيوزد اجابتك تو المصدر. طب لو الفعل عاقل خلاص منفصل عن يوزد، في النص كده ام او اذا وار واز او وير او بيكم او جيت باشكالها، منفصل عن يوزد اجابتك تو اي ان جي. طب لو الفعل غير عاقل، فعل غير عاقل منفصل عن يوزد اجابتك ايه؟ اعمل اللي انت عارفه اللي هو تو المصدر او فور اي ان جي، والاثنين صح. تعال نطبق الكلام ده سريعا كده. بيقول لي هنا علي خلاص يوزد نوت. اولا علي هتقول لي مثلا ده فاعل وكمان عاقل. حلو. هشوف بقى متصل ولا منفصل. اهو
علي يوزد، ده علي هنا متصل، علي متصل بكلمه يوزد. طالما العاقل الفعل العاقل متصل بيوزد اجابتك تو المصدر، يبقى انا هكمله الاجابه بتاعتي انا عايز تو والمصدر الانفينيتيف. يبقى انا هدور على الانفينيتيف بقى. بيقول لي هنا دو، قلت له انا عايز تو المصدر بالسلامه. بيقول لي دوينج، قلت له انا عايز تو المصدر. تو دوينج برضه لا، انا عايز تو دو تو المصدر. حلو. كمان واحده بيقول لي هنا علي، انا عارف ان علي ده فاعل وكمان فاعل ايه يا فندم؟ فاعل عاقل. فبص هنا بقى علي جات يوزد، ده انا شفت هنا الفاعل منفصل عن يوزد، الفاعل منفصل عن يوزد، الانفصال هنا تم بكلمه جات. وطالما قلت لك الفاعل عاقل منفصل عن يوزد اجابتك تو واي ان جي. يبقى انا عايز احط له هنا تو وفيرب اي ان جي. ببص هنا مصدر لا، تو المصدر برضو لا، تو اي ان جي اهي، تو والاي ان جي خلاص، اي جي بس لا. حلو جدا. واحده كمان بيقول لي هنا شي، قلت له شي دي فاعل وكمان عاقل، كلام جميل جدا. بيقول لي became used to، انا قلت هنا بص ادي هنا شي فاعل عاقل منفصل عن يوزد، منفصل عن يوزد، الانفصال هنا تم بمين؟ بكلمه became. خلاص يبقى انا عايز تو والاي ان جي. خلاص ادي تو الاي ان جي دي كده. سموك مصدر، تو سموك مش عايزها، سموكينج بس. يبقى هنا فاعل عاقل منفصل عن يوزد اجابتك تو واي ان جي. ادي التو وادي الاي ان جي بالسلامه. التو اي ان جي برده مش عايزها. خلاص انا عندي هنا تو سموكينج. خلاص طيب دي برده انا ايه مش عايزها لان موجود اصلا في هنا تو. بكمل بقى. بيقول لي هنا هي، قلت له يا فندم ده فاعل عاقل، كلام جميل جدا. اطبق القاعده هي از يوزد تو ايه؟ طالما الفاعل عاقل منفصل عن يوزد، منفصل عن يوزد، ايه الانفصال؟ بكلمه از. خلاص اجابتك تو والاي ان جي. هنا تو يبقى انا عايز اي ان جي بس. دي سموك مصدر، سموكس مش عايزها، سموكينج طبعا هي دي الاجابه. طب تو سموك انا برده مش عايزها. خلاص لان هنا في تو اصلا مره. بيقول لي هنا اي نوت ايه؟ واتشنج. بص انا عامل ايه بقى؟ لقيت الفعل هنا اي ان جي، كلام جميل جدا. بيقول لي هنا واتشنج فوتبول هنا ماتشز ان ذا ستاديوم. خلاص طيب انا بقى هعمل ايه؟ هخش على الاجابات هحللها من كلمه ام يوز تو. طالما عندي هنا ام دي اكيد هيجي قبلها مين هنا؟ فاعل عاقل. فانا هقول له كده الفاعل عاقل منفصل عن يوز. لو انا جبت كده ام يوزد حطيتها مع اي هيبقى فاعل عاقل. لو حطيتها كده يبقى انا عايز اللي بعدها اي ان جي. حلو. جيت عند كلمه يوزد، لو جيت اخدتها كده يوزد تو بعد الاي هيبقى الفاعل عاقل متصل بيوزد. الاجابه المفروض تبقى بعدها الفعل في المصدر. هو اصلا مديك اي ان جي، هقول له برده دي مش عايزها لان جيت حطيت يوزد تو مع اي هتبقى متصله فمحتاجه مصدر. هو مدينا اي ان جي، هقول له ما تنفعش. ببص على فور من غير ما افكر هقول له ان فور اصلا بعدها اي ان جي. طيب برده فور اي ان جي، بس ايه الفرق بين الاثنين يا فندم؟ انا قلت لك هنا ان فور اي ان جي لازم يكون اللي قبلها فاعل غير عاقل. يبقى انا بفكر هنا ادي فور اي ان جي، فور اي ان جي اللي قبلها غير عاقل. ببص هنا بيقول لي اي ده اللي هو عاقل بني ادم، فاقول له الاثنين بقوا غلط مش عايزهم. هترجع لاجابتك بقت يبقى هنا ام يوزد تو. خلاص بيقول لي هنا قطن واز يوزد. القطن طبعا لو هيجي نترجم الكلام ده يا شباب بقول لك علي يوزد تو ايه بقى؟ تو دو هيز بيست ايه بقى؟ ات سكول. يعني علي كان ايه بقى؟ بيعمل احسن ما عنده في المدرسه، مع كده هو ايه؟ ما بقاش يعمل ايه؟ احسن ما عنده. خلاص وهكذا بقى. طب لو علي جات يوزد تو دوينج بقى هيز بيست خلاص ات سكول، يبقى هو متعود ان هو يعمل احسن ما عنده. تمام وهكذا. جيت اكمل بقى اخر واحده نمبر 6. بيقول لي قطن القطن. حلو. قلت له القطن ده هو فاعل، بص بقى اهو فاعل غير عاقل. حلو. بيقول لي واز يوزد، قلت له الفاعل عاقل غير عاقل منفصل بفيرب تو بي. اعمل ايه يا مستر؟ لو الفاعل غير عاقل منفصل عن يوزد اعمل اللي انت عارفه اللي هو تو والمصدر او فور اي ان جي والاثنين صح. بيقول لي هنا فور اي ان جي، قلت له طبعا صح. طب تو اي ان جي لا انا عايز تو والمصدر، انا عايز تو والمصدر مش عايزها دي غلط. طب هنا تو ميك طبعا صح. يبقى انا عندك A و C صح. يبقى كلمه يوز تو بقت سهله جدا. خلاص وان شاء الله باذن الله هنزلكم برده فيديو تاني جدا تاني بعد ده مهم جدا الفرق ما بين يوز تو وود لان برده مهمه جدا جدا. واشوفكم على خير. كان معاكم مستر حمدي عادل. سلام.